عايز تعرف النادي الاهلي هيكسب بورتو ازاي؟ تعالوا انا اقول لك، يلا بينا. اول حاجه، تمام، هلعب بتشكيله 4-3-3. تمام، هاني، الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، اشرف داري، يحيى عطية الله، واليو ديانج، ومروان عطيه، وبين رمضان صنع العاب، وتريزيجيه، وسام علي، وزيزو. ايه التعليمات بقى اللي هديها للعيبه؟ مش هلعب على تمام، تعالى هقول لك ابو باول. اوليو ديانج هو اللي هينزل يستلم ما بين اللعيبه، تمام. هو مروان عطيه او مروان عطيه هو اللي ينزل يستلم، واري ديانج هو اللي يطلع من الناحيه دي، لان انا هخلي محمد هاني ورا، مش هديله ادوار، وهلاعب زيزو. كل اللي لعب زيزو هيبقى عطار. فانت علي ان عندك اليو ديانج هو اللي هيلعب في المساحه، وعندك بن رمضان هو اللي وزع اللعب، هو اللي هيدي لبن، هو اللي هيدي لزيزو. وعندك تريزيجيه، اللعبه كنت بلعبها الماتش اللي فات، كنت بخلي زيزو يضم للعمق، تمام، كنت بخلي زيزو يضم للعمق كده، واخلي محمد هاني يطلع. لا، انا هرجع زيزو مكانه، زيزو يرجع مكانه، وعاملها مع مين؟ مع تريزيجيه. خلي تريزيجيه يضم، ويحيى عطية الله يطلع يزيد. هي دي التشكيله اللي العب بيها قدام باتشوكا، بالتعليمات طبعا المدرب الفني. المدير الفني طبعا ليه تعليمات وليه حاجات، غيرنا طبعا، عشان كنا نفسنا بالمدرب الفني. بس بقول لك دي اقرب تشكيله. واسامه ابو علي ممكن نلعب بيه لو لقيته جاهز بدنيا، ان بدنيا اسامه ابو علي واقع. فلو لقيت اسامه ابو علي جاهز بدنيا هديله، مش جاهز بدنيا هنزل بجراديشار. هي دي التشكيله. وانتظروا حلقه جامده جدا، انا وعمر، عمر الاهلي، قناته. طبعا الفيديو ده هينزل على قناته، ف يا ريت تحط لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس. سلام.